بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا لنهار اليوم طمينة التمر، ولا كما يقولوا لها في بعض المناطق الرفيس التونسي. جبتها لكم اليوم بالطريقة التقليدية، تبقى طرية وتتعلق لأطول مدة ومستحيل تيبس لكم. مديتها لكم بمقادير مضبوطة بالميزان. نروحوا مباشرة للوصفة، لكن قبل هذا ما تنساوش حبيباتي الجام اللي راح يطلع لي لا فيديو وبارطاجيوها مع احبابكم باش كامل يستفادوا. نقولوا بسم الله ونبداو مباشرة في الوصفة. اول حاجة هنا البنات عندي كيلو دقيق متوسط. اللي ما عندهاش الميزان تحط 3 علب تاع مارغرين تاع 500 غرام. حطيت نص الكميه هنا في مقله وبديت نقلي فيها على نار تكون قليله. هنا البنات يعني حاولوا تقليوها على نار قليله خلاص به ما تحرق لكمش النار الدقيق، وثاني به يتقلع كامل على حبه. ولازم مره على مره تحركوه كما راكم تشوفوا به كامل الدقيق يتقلع لكم كيف كيف. بالنسبه للبنات هنايا لدرجه الاحمرار نتاع الدقيق كل وحده تحمروا كما تحب هي. انا نحبوا شويه مقلي يعني بزياده، واللي تحب غير ديروا يعني غير دوغي، لها الاختيار. بعد ما تقلى لي كيما راني حابه رحت هنا مباشره فرغته فوق الغرس وهو سخون. طبعا الغرس البنات كنت نقيته مليح مليح، وكميه الغرس هنا اللي استعملتها هي كيلو، يعني الدقيق كيلو والغرس كيلو. طبعا بعد ما نقيوه ونحيو منه كامل هذيك النواه. تقدروا هنا البنات بعد ما تضيفوا هذه نصف الكميه تاع الدقيق تعجنوها مليح مليح مع الغرس. سينو ديروا كيما انا، يعني انا زدت قليت الكميه الثانيه وفرغتها فوق الكميه الاولى، ودركا راح نخلي هذاك الدقيق حتى تروح له هذيك السخانه، تروح له شويه برك، ومباشره نبدا نعجن فيه. لازم هنا تعجنوه مليح مليح بهذاك الغرس يتعجن مع الدقيق، يعني ما يبقى لكمش الدقيق وحده والغرس وحده، هكا باش تحصلوا على نتيجه مليحه. كاين البنات اللي اول حاجه يعجنوا الغرس مع المارغرين هما الاولين، ومن بعد به يضيفوا الدقيق. انا يعني موالفه ندير كيما هكا. اليوم حبيت ندير لكم الوصفه التقليديه تاع جدات جداتنا. احنا هنا في الشرق الوصفه هذه نسميوها الطمين ولا طمينه الغرس. كاين تاني اللي يسميوها كما في تونس يسميوها رفيس تونسي. هنا البنات احنا عندنا رفيس يعني وصفه وحدها، لهذا هذه الوصفه ما نسميوهاش رفيس، نسميوها الطمين ولا طمينه الغرس. وكاين تاني اللي يسميوها البنات الكعبوش، يعني كل ولايه وكل منطقه وكيفاه تسمي هذه الوصفه. نتمنى البنات تخليوا لي في التعليقات كيفاه تسميوها في المنطقه تاعكم، هكا باه نتعرفوا عليها. وحطوا لي تاني في التعليقات الطريقه اللي تخدموها بها، على بالي بلي كاين طرق مختلفه وكل منطقه وكيف تخدمها، هكا به ان شاء الله كامل نستفادوا ونجربوا هاد الوصفات. كما شفتوا معايا هنا البنات حطيت المارغرين. انا بالنسبه للكميه كامله تاع المارغرين اللي حطيتها في كيلو غرس وكيلو سميد هي 250 غرام. حطيت منها غير 200 غرام، عجنتها شويه وزدت حطيت لها 50 غرام. وكما قلت لكم كاين اللي في الاول خلاص يعجنوا الغرس مع المارغرين مليح مليح حتى يدخلوا في بعضهم، ومن بعد به يحطوا لهم الدقيق سخون. هكا يعني الطريقه تجيكم اسهل. مي انا كما قلت لكم حبيت نمد لكم الوصفه تاع جداتنا. وكنت تاني ضفت لها نص مغرف صغيره ملح، وحطيت لها 2 مغارف كبار عسل. هادو هما البنات المقادير اللي استعملتهم في هذه الوصفه. دركا لميت العجينه تاعي ومباشره رايحه نطرحها. كاين تاني اللي يضيفوا لها حلوه الترك واللي يضيفوا لها الكاوكاو محمص ومرحي، لكن انا يعني ما نفضلش هذه الطريقه في هذه الوصفه، نفضلها هكا بالطريقه التقليديه وتجي بنينه ما شاء الله. حليتها هنا غير بيدي، ومن بعد جبت المغرف وحاولت نسوي لها السطح تاعها والاطراف. يعني جبتها لكم بالطريقه التقليديه من المقادير للطريقه. ان شاء الله حبيباتي تكونوا استفدتوا من هذه الوصفه. على بالي كاين بزاف اللي يعرفوها، كما كاين المبتدئات اللي حابين يتعلموا، لهذا نحاول نحط لكم وصفات ان شاء الله سهله وتقليديه واقتصاديه، وان شاء الله كامل توليوا محترفات في المطبخ. خليتها هنايا حوالي 20 دقيقه ومباشره قسمتها.
الوصفه هذه نديروها بزاف بزاف خاصه في الربيع. يعني اذا دخل الربيع لازم كل دار هنا تحضر هذه الوصفه. يعني نديروها ديما ماشي غير في الربيع، ولكن في الربيع كامل العائلات وكامل البيوت هنا عندنا في الشرق يحضروا هذه الوصفه. تقدروا هنا ما تقدموهاش بهذه الطريقه، يعني ما تقسموهاش كيما هكا، غير تخدموها ولا تحطوها في ليمول تاع السيليكون، وطبعا كل وحده دير كيما تحب. وهنا الوصفه تاعنا كانت وجدت. شوفوا الله يبارك البنات كيفاه جات طريه وجات معلكه ما شاء الله. نتمنى حبيباتي تجربوها، ونتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنسونيش حبيباتي بالاعجاب والبارتاج، واللي شاف القناه لاول مره نقول لك حبيبتي اشتركي وفعلي زر الجرس ليصلك كل جديد. استناوني في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.